بيبدأ الفيلم مع جوليا وهي على المركب مع عيلتها، وبنعرف إن هم طالعين رحلة عشان يحتفلوا بعيد ميلاد ابنهم بن، وكلهم كانوا مبسوطين ومستمتعين بالجو الجميل في وسط المحيط. وجوليا قررت تنزل المية علشان تعوم شوية وتفك عن نفسها. وبعد شوية جوليا حست إن في حاجة غريبة وبدأت تقلق. بصت حواليها ما لقتش حاجة، فغصت تحت المية لقت كل حاجة طبيعية، فهديت وكملت عوم عادي. وفجأة المية بدأت تسحبها لورا بقوة مرعبة، ولقيت نفسها بتبعد عن المركب بسرعة جدا. حاولت تعوم بكل قوتها علشان ترجع، بس التيار كان أقوى منها بكتير، فبدأت تصرخ وتستنجد بيهم عشان ينقذوها. وجوزها توم لما سمع صوتها راح يبص عليها، واتفزع لما شافها وهي بتغرق وبتبعد، فاتحرك بالمركب بسرعة وقرب منها ونط في المية وقدر ينقذها في آخر لحظة. ولما طلعت جوليا على المركب حكت لهم إنها حست بحاجة غريبة بتسحبها لورا، بس مش عارفة إيه هي. فتوم بدأ يهديها وطلب من الكل إن محدش ينزل المية غير لما يبلغوا، وحذرهم إن المحيط غدار وممكن يغرقوا في أي لحظة. وبالليل كملوا احتفالهم بعيد ميلاد بن، وكل واحد طلع هديته. توم جاب له لابتوب جديد وبن فرح بيه جدا وشكره. أما كاسي فجابت له قناع مرعب علشان يستخدمه في الهالوين. وجوليا ادت له اسوره وقالت له انها بتجيب الحظ وما تقلعهاش ابدا. وبعدها كاسي راحت تتكلم مع حبيبها ادم في التليفون، وكانت بتقول له ان الرحله ممله جدا ونفسها ترجع المدينه بسرعه. وفجاه كاسي شافت غيوم سودا كتير جدا ورا ادم في الكاميرا، وادم نفسه استغرب من شكل الجو. بس فجاه الاتصال اتقطع والشبكه اتقطعت خالص. كاسي قلقت وحكت لاهلها على اللي شافته، وفي وسط كلامهم سمعوا صوت غريب ومرعب حوالين المركب. فطلعوا كلهم على السطح وشغلوا الكشافات، واتفاجئوا بمجموعة ضخمة جدا من الحيتان محاصرة للمركب، وفي حوت ضخم مر من تحتهم وهز المركب جامد. وبعد ما الحيتان مشيت توم قرر ينزل يغطس ويشوف جسم المركب من تحت علشان يشوف لو حصل ضرر في المركب ولا لأ. وبعد شوية توم طلع وهو مجروح في كتفه، وقال لهم إن في مروحة من مراوح المركب اتكسرت والباقي اتضرر جدا. ده غير انه حس بجسم عملاق بيتحرك وراه وهو تحت، بس ملحقش يشوفه من كتر سرعته. فجوليا بدأت تخيط له الجرح وسألته لو يقدر يصلح المراوح، بس توم صرحها ان الموضوع صعب ومفيش قدامهم غير ان هم يطلبوا المساعدة. فكاسي طلعت فوق أعلى مكان في المركب تحاول تلقط أي إشارة علشان تطمن على آدم، بس مفيش فايدة. وجوليا فضلت تحاول بالجهاز اللاسلكي تطلب استغاثة، بس ما كانش فيه أي رد خالص. وتوم حاول يحرك المركب بس كانت واقفة تماما، فغدا اللاسلكي وفضل يحاول يوصل لأي حد بس برضه بدون فايدة. فقعد مع جوليا عشان يهديها وقال لها إن الأكل والشرب اللي معاهم يكفيهم 4 أيام بس، وإنهم في طريق سفن الشحن، يعني أكيد في حد هيعدي وينقذهم. وهما بيتكلموا جهاز الرادار بدأ يدي إشارات سريعة إن في جسم بيقرب منهم، فطلعوا كلهم السطح وشافوا جسم مشتعل بيقع من السماء وبيخبط في المية. وفجأة جسم مشتعل تاني وقع جنب المركب مباشرة، وحصلت هزة قوية جدا خلت المحرك يعطل وبدأ الدخان يخرج منه. فتوم فتح غرفة المحرك ولقاها بتتحرق، وفي نفس اللحظة قامت عاصفة رعدية شديدة جدا، فجريوا كلهم يستخبوا جوه المركب وقفلوا كل حاجة، والمركب كانت بتتهز بجنون. ومن كتر الخبط بن وقع واتصاب في راسه، بس إصابته كانت خفيفة. وبعدها توم جاب لهم سترات نجاة علشان يلبسوها، وفجأة كلهم بدأوا يتعبوا. جوليا نزفت من مناخيرها وكاسي بدأت ترجع، وتوم حس بصداع رهيب، وفقدوا كلهم الوعي. وتاني يوم الصبح جوليا وعيلتها صحيوا من النوم ولقوا المركب متدمرة تماما، بس الصدمة الأكبر كانت لما بصوا بره. المحيط اختفى فجأة. المحيط والبحار في كوكب الأرض كلهم اتحولوا لصحراء، والمركب كانت واقفة في وسط الرمل والجبال، والكل كان في حالة ذهول مش مستوعبين ايه اللي حصل. وتوم قال لهم ان شكلها نهاية العالم، واليابس والمحيط بدلوا اماكنهم. البوصلة كانت مقلوبة تماما، وده اكد لتوم ان القطبين اتغيروا، وان الناس اللي كانوا على اليابسة غالبا غرقوا ومفيش حد عايش غير اللي كانوا في المية. فكاسي بدأت تنهار لما افتكرت ان ادم اكيد مات، بس جوليا زعقت لها وقالت لها تفوق علشان مفيش وقت للعياط، وخصوصا ان هما معهمش اكل ولا مية. فبين ربط باليرين في حبل وطيرها لفوق على امل ان في حد يشوفهم. وتوم حاول تاني باللاسلكي ولقى واحد اسمه ناو رد عليه، وناو قال له ان هم في كارثة عالمية وان المية غالبا هترجع لمكانها تاني في اي لحظة، يعني المركب لو فضلت مكانها هيغرقوا لانها متدمرة. فتوم اترجى ناو ان هو يساعدهم،
وبالفعل ناو وافق وقال له إن معاه غواصة، وصف له المكان بالظبط. وتاني يوم ظهر شخص مريب شايل سلاح ومجروح بيقرب منهم، فتوم حاول يساعده وخلى جوليا تعالجه، بس الشخص ده كان مجنون، خطف المية من توم وشربها كلها، وفجأة ضرب توم وطعنه بالسلاح قدام عين عيلته. وجوليا بدأت تصرخ وبين اتصدم، والمجرم راح لجوليا عشان يخلص عليها هي كمان، بس هي قدرت تهرب منه واستخبت جوه المركب مع ولادها. والمجرم بيدخل وراهم ويبدأ يدور عليهم، فجوليا اتسحبت في الحمام وعالجت جرحها وجهزت سلاحها. والمجرم بدأ ياكل من أكلهم بشراهة، وجوليا خرجت وحاولت تطعنه بس هو كان سريع وهاجمها. وفي وسط الخناقة كاسي خرجت وضربت عليه نار بمسدس شعلة، فالمجرم ولع والنار مسكت في المركب. وبعدها جوليا خدت ولادها وهربوا بسرعة وراحوا لجثة توم وفضلوا يعيطوا عليه. وبعدها شافوا المجرم خارج من المركب وهو بيتحرق، فجريوا استخبوا بعيد. وفي الأثناء دي بين كان منهار وشايف إنه استوعب علشان البلالين هي اللي دلت المجرم عليهم. وبدأوا يمشوا في الصحراء وبين تعب جدا من العطش، واكتشفوا إن كاسي نسيت إزازة المية مفتوحة وضاعت المية كلها. وبعدها لقوا طيارة غرقانة في الرمل، فدخلوا ارتاحوا فيها، وجوليا حكت لهم قصص عن أبوهم علشان تصبرهم. وبالليل المجنون ظهر تاني وحاول يقتل كاسي، بس جوليا هجمت عليه من ظهره وفضلت تطعن فيه بكل غلها لحد ما مات تماما. والصبح اكتشفوا إن جثة المجنون في حد أكل منها، فعرفوا إن في وحوش في المكان. وبين حاول يشرب من بركة المياه القذرة بس جوليا منعته، وده علشان ما يموتش من المرض. وهم ماشيين جوليا شافت سلطعونات عملاقة ومرعبة بدأت تظهر من تحت الرمل بأعداد مهولة، فجريوا يستخبوا وشافوا ناس تانية، بس الناس دي خافوا منهم وقفلوا الباب في وشهم ورفضوا يساعدوهم. وبعدها الوحوش دي هجمت على الناس دي وأكلتهم، وجوليا اتصابت في رجلها وهي بتهرب بس قدرت تطلع فوق صخرة عالية. وبعدها جوليا فقدت الوعي من التعب، ولما فاقت ما لقتش ولادها، فقلقت جدا بس لقيتهم راجعين وقالوا لها ان هم كانوا بيدوروا على مساعدة، واستولوا على المكان اللي كان فيه الناس الميتة وخدوا أسلحتهم وميتهم. وجوليا تواصلت مع ناو تاني، وناو كان مصاب هو كمان، وقال لها ان هو هيبعت إشارة باللاسلكي علشان يوصلوا لبعض. وهم ماشيين حصلت عاصفة وصخور وقعت سدت الطريق، وجوليا اتحبست في ناحية وولادها في ناحية تانية. فجوليا طلبت من كاسي تاخد بين وتروح للغواصة وتسيبها لأنها مش قادرة تمشي. كاسي رفضت في الأول بس جوليا أجبرتها. وبعدها كاسي وبين وصلوا للغواصة ولقوا ناو بيموت من إصابته، وناو قال لهم إن المية هترجع في أي لحظة ولازم يدخلوا الغواصة. فكاسي قررت ترجع تنقذ أمها، وجوليا في الناحية التانية كانت بتحارب الوحوش لحد ما الرصاص خلص واستسلمت للموت. بس فجأة كاسي بتظهر في آخر ثانية وبتمد إيديها لأمها وبتنقذها، وبيجروا كلهم للغواصة. وبعدها بنشوف إن الوحوش هجمت على ناو وبتاكله، وجوليا وولادها دخلوا الغواصة وقفلوا الباب. وفجأة المية رجعت بقوة ودمرت كل حاجة، وبعدها فقدوا الوعي من ضغط المية، ولما فاقوا لقوا نفسهم فوق سطح المية في مدينة مدمرة بالكامل وما فيهاش أي بشر. وبكده يكون فيلم النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الفيلم اللي جاي. مع السلامة.